استوديو الظهيرة. أعيد التذكير بموضوع اليوم: الجامعة الجزائرية وسوق التشغيل بين إجراءات إشراك الجامعيين وإقحامهم في التنمية الاقتصادية وواقع التشغيل. موضوع كبير ومهم في الوضع الاقتصادي الحالي وبما يتطلع إليه الطالب الجزائري. العديد من النقاط تتعلق بالظروف التي تمنع من علاقة منسجمة بين الجامعة وعالم الشغل وأمور أخرى يفصل فيها ضيف استوديو الظهيرة السيد محمد عراش، مدير الإعلام والدراسات بالوكالة الوطنية للتشغيل أنام. سعيدة باستضافتك سيدي، عامك سعيد. كل عام وأنتم بخير وشكرا على الاستضافة. سيد عراش، تم قبل أيام قليلة إبرام اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بإشراك المكتب الدولي للشغل فيما يتعلق بإشراك أو إقحام الطالب في التنمية الاقتصادية. كيف جاءت فكرة هذا البرنامج؟ شكرا. فيما يخص البرنامج او المشروع، مشروع التعاون اللي يخص فئه جد مهمه في المجتمع الجزائري، هي فئه الشباب وبين قوسين خريجي الجامعه الجزائريه. فيما يخص هذه الفئه، فيما يخص الفئة هذه وكيفية إيجاد الطرق المثلى لإدراجها أو لولوجها لعالم الشغل، ارتأت يعني الوزارتين يعني بمرافقة ومساهمة المكتب الدولي للشغل. نعم. حتى ندرس الطرق المثلى وإيجاد المرافقة المثلى حتى نساهم أو نرافق هذا الشباب خريجي الجامعات، لكن ليس بعد خروجهم، لكن أثناء دراستهم أو في الطور الأخير من قبل التخرج تاعهم من الجامعة. كيف يعني نساهموا معهم أو نرافقوهم باش يتعرفوا على سوق الشغل وكيفية الدخول إلى هذا العالم. حتى البرنامج يحمل عنوان من الجامعة إلى سوق العمل. سيد عراش، فعلا هو العنوان في حد ذاته يعني يعطينا نظرة، يعطينا يعني فكرة على حيثيات تاع هذا البرنامج أو حيثيات هذا المشروع تاع التعاون بين الوزارتين. وكذلك نأكد أن المساهمة تاع المكتب الدولي للعمل ما جاءش بمجرد فكرة، وإن من منطلق معطيات يعني كانت سابقة، ألا وهي العمل اللي قامت به يعني خاصة وزارة العمل فيما يخص فئة الشباب بإدراج أو بوضعها لبرنامج الجهاز المساعدة على الإدماج المهني ليوفر يعني أهمية مثلى يعني خاصة للجامعيين أو خريجي الجامعة من جهة وخريجي التكوين المهني. ومن هذا المنطلق ارتأت الوزارتين حتى ترى أن ما هي السبل المثلى. نعم. حتى نقوي من توظيف أو إمكانية توظيف خريجي الجامعة الجزائرية. فعلا سيد عراش، لأن سوق التوظيف اليوم تحكمه مجموعة من المعايير تخص المؤسسة الاقتصادية، معايير تخص الجامعة الجزائرية في حد ذاتها، ومعايير تخص المؤسسة المستقبلة أو المؤسسة التي تقترح نعم مناصب الشغل. فيه مجموعة من المعايير حتى لا نسميها مشاكل متقاطعة مع بعضها البعض، والتي منعت منذ سنوات من تكوين تلك الحلقة بين الجامعة وسوق الشغل. الجامعة من جهة تصرف فيها مبالغ مالية أو أظرفة مالية عبر المخططات الخماسية هائلة ورهيبة من أجل تكوين طلب تكوين نوعي جدا، خاصة فيما يتعلق ببعض التخصصات. ومن جهة أخرى الطالب عندما يتخرج تصادفه مشكلة التوظيف، ومؤسسة تطلب الخبرة وتطلب موظفا عمليا يؤدي الخدمة والكفاءة. اليوم بإضافة هذا البرنامج، هل من السهل تحقيقه، من السهل تجسيده على أرض الواقع في ظل كل هذه المعطيات؟ خليني نقول لك يعني فيما يخص يعني واش وفرت السلطات العموميه عبر كل نعم. قطاعات، يعني قطاع التعليم من جهه وقطاع العمل والتشغيل من جهه اخرى، هي كلها تسير في منحى او في وجهه واحده، الا وهي ايجاد الفرص المثلى، وحتى نرافق اولا المرافقه، ناكد على المرافقه حتى نساهم كذلك من جهه بطريقه مباشره وغير مباشره في التنميه الاقتصاديه. نعم. وهذا من خلال توفير يد عامله كفءه اولا،
وثانيا يد عامله اللي بمقدورها يعني تتحمل يعني تتحمل التحديات وتقدر تواجه التحديات من الجانب الاقتصادي طبعا. هذا من جهه. نعم. خلينا نكمل من جهه ثانيه ان طبيعه طبيعه الجامعي اللي يتخرج من الجامعه لازم ناكد هنا اننا راح ما راناش رايحين نغيروا من طور من التعليم الجامعه، وانما هي التوجيه والمرافقه تاع هذا الجامعي كيفاش يكون يعني عنده امكانيات توظيف فأسهل عند المتعامل الاقتصادي أو المؤسسة الاقتصادية. طيب، على ذكر الميكانيزمات، كيف يمكن كل ما تفضلت به سيدي في ظل الجامعة تدرس النظري ولا تعير اهتماما للتطبيق بشكل كافي يتيح للطالب فرصة الاشتغال مباشرة في المؤسسة مثلا؟ هذا واحد من الأسباب. والله سيدتي انا سبقتيني يعني فيما يخص حول الدراسه هذا المشروع هذايا، لان هذا المشروع تطرق هذه النقاط هذه، ومن هذا النقاط النقطه هذه اللي قلتي عليها ان كيفاش يعني نخليو الجامعه او خريج الجامعه الجزائريه يفرض نفسه في المؤسسه الاقتصاديه. نعم. وهذا من اهم النقاط اللي وصلنا لها، ان اعاده النظرة السابقة اللي كانت عند المؤسسة الاقتصادية والجامعة الجزائرية. بكري احنا كانت عندنا السنة الأخيرة بالتعليم العالي كانت توجه نص السداسي الثاني كان يتوجه في التربصات. احنا لقينا أن كاين أهمية قصوى وكاين يعني وجوب إعادة النظر في طريقة التربصات وإجراء التربصات للطالبين الجامعيين حتى يكون الاحتكاك تاعو مع المهنة، احتكاك تاعو مع عالم الشغل، حتى يفرض نفسه تدريجيا ولو تدريجيا في عالم الشغل، ويكون عنده الولوج تاعو يكون تدريجي، وتكون المساهمة تاعو تظهر بعد سنة بعد 6 شهور، المساهمة أو الاندماج الفعلي تاعو في إنتاج الاقتصادي للمؤسسة الاقتصادية. على كل حال، دراسة الميكانيزمات وطرق المرافقة التي تعمدون على تطبيقها اليوم تمر عبر عدة حالات. الآن طرقنا إلى حالة الإطار النظري. ماذا عن التخصصات سيدي؟ اقتصاد الجزائر ريعي لحد الآن، والدولة تسعى إلى تنويع الاقتصاد وولوج عدة قطاعات مدرة للثروة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الجامعة الجزائرية معروفة بنوعية تكوينها لبعض التخصصات. ونعود إلى المؤسسة التي تريد شخصا كفءا حاضرا ذو خبرة. فيما يخص هذه النقطة كذلك نقول بلي من خلال هذه الدراسة، علما أن هذه الدراسة تطرقنا من خلالها إلى 3 ولايات هي تلمسان، بجاية وبسكرة، لخصوصية كل منطقة. يعني خذينا لأن كل ولاية عندها الطابع تاعها الاقتصادي والاجتماعي وحتى التعليمي فعلا. هذا من جهة. من جهة ثانية لقينا بين أن فعلا الجامعي أو خريج الجامعة قبل ما يخرج من الجامعة لازم المرفق العمومي للتشغيل اللي هو الوكالة الوطنية للتشغيل أو وكالة الدعم لتشغيل الشباب لونساج، لازم تكون عندنا طريقة باش نوجهوا هذا الطالب هذا اسكو عنده مؤهلات باش ينشأ مؤسسة اقتصادية، عنده مؤهلات باش يدخل إلى عالم المأجور، سي لومبلوا سالاري كما يقولوا. دونك من هذه النقطه هذه تخلينا باش نقولوا باللي هذا الانسان هذا او طالب الجامعي اللي راح يتخرج، هي المؤسسه الاقتصاديه هذه راهي توافق التخصص اللي تخرج منه. الا ما توافقش لازم نحطوا في ذهنيه ثاني حتى الطالب الجزائري ناكد عليها، طالب يفوك لي ان اسبري دو ريكونفيرسيون، واحد اللي عنده شهاده تكيف حتى الشهادات او التكوين التكميلي، واحد اللي عنده فعلا في منطقه ما عنده تكوين يعني في العلوم الإنسانية، ما حاجة ما تمنعه باش يكون عنده تكوين إضافي في العلوم التقنية أو في التكوين المهني، حتى تكون عنده يعني فرص أكبر أو أن يحوز على تخصصات متعددة، شهادات متعددة اللي راح تفتح له المجال أوسع للدخول عالم الشغل. نعم، هذا من جهة. الآن لما نتناول سيدي الخصوصية الجغرافية للمنطقة التي تحدثنا عنها الآن، ألا تعتقد أن هذه المعادلة تحتاج إلى إجراء ربما قانوني إلزامي؟ ما تعليقك وعلاقة ذلك بما توصلتم إليه من خلال البرنامج؟ يعني قد تكون توصيات، قد تكون إجراءات، قد تكون أفكار تحاولون تجسيدها على أرض الواقع، ولكن ربما يحتاج هذا إلى إجراء قانوني إلزامي. فيما يخص خصوصيات الولايه او خصوصيات المناطق على المستوى المحلي، معنا الوطن تاعنا الشاسع الله يبارك، ان خصوصيات كل ولايه او كل منطقه خاصه في الحوض التشغيل سي لو باسان دو لومبلوا كي سبيسيفيك ا شاك ولايه. هذه الخصوصيات هذه تفرض علينا ان نكون، يعني أن في كل ولاية عندنا جامعة، إعادة النظر في التكوين واش راهي تخرج الجامعة الجزائرية في بعض المناطق.
ما نقولوش ان نحبسوا عن التكوين في بعض التخصصات، والا لكن لازم نواكب نلاحظوا هذه السنوات الاخيره وظهور يعني بعض الاقطاب الصناعيه فيما يخص بعض الولايات، لا سيما في ولايه تيارت، في ولايه غليزان، كان القطب تاع الصناعه او تركيب السيارات. هنا الجامعه عندها دخل من قريب او من بعيد حتى تكون في هذا التوجه الاقتصادي لهذه المناطق، خاصة وحتى أن التنمية المستدامة يعني على المستوى العالمي تتوجه إلى اقتصاد المعرفة سيدي، وهنا لا يراعى المجهود البحثي للطالب، لا تراعى كل ما توصل إليه من خلال رسالة دكتوراه أو مذكرة ماستر أو يعني صعب تحقيق هذا امام مؤسسه اقتصاديه. والله فيما يخص نعاود نروح نوليو للذهنيه تاع الطالب الجزائري او خريج الجامعه الجزائريه، ذهنيه لان عندنا ذهنيه احنا عندنا خصوصيات فيها ان واحد يتخرج من الجامعه لازم يكون يروح يبحث على منصب عمل في مكتب، يعني يحوس يكون عندي ان بيرو، الور كو في الحقيقه انه يحوس على منصب عمل وين يكون عنده مردوديه، وين يكون عنده انتاجيه، وين راح يقدم الزياده هذيك حتى المتعامل الاقتصادي يحس بالاضافه اللي راح يجيبها له خريج الجامعه. هذا هو المقصود من نقولوا يعني فئه خريجي الجامعات يكون عندهم صاع يعني مهم في التنميه او في اعاده بعث عجله التنميه اللي انطلقت في السنوات الاخيره. بالحديث عن الذهنيات سيد عراش، توافقني الراي انه فيه ذهنيه تقول انه الاجنبي دائما يفضل على حساب الجزائري، على حساب الشاب والمتخرج من الجامعه، ما يعرض عليه من مناصب شغل هو أدنى من مستواه التعليمي، والعكس صحيح بالنسبة للأجنبي. حدث هذا في العديد من المرات لأنها قضية ذهنية. ألا تعتقد أنه يجب أن يتم العمل على تغيير الذهنيات وما يتبعها ربما من إجراءات تكون في إطار اتفاقيات وزارية يكون سهل التجسيد؟ والله فأنا في حقيقة ما تفضلتين به، إلا أن بنظرة أخرى من وجهة أخرى حتى أن نأكد على يعني الطالب الجزائري أو الشاب الجزائري كي يشوف، يعني أنا حبيت يشوف بلي العامل الأجنبي يشوفه كدافع نفسي ليه باش يزيد يفرض روحه، باش يزيد يكون روحه. هضرنا على التكوين التكميلي، على لا ريكونفيرسيون، على لي فورماسيون كومبليمونتير، هذه الأشياء كامل لازم تكون عند الشاب الجزائري حتى يفرض روحه لأن في الحقيقة نروح نوليو المتعامل الاقتصادي واش يحوس ان اوبيراتور ايكونوميك، يحوس الانتاج، يزيد في الانتاج تاعو، يزيد في المداخيل تاعو، لان هذا ما يكون عنده الا بيد عامله يعني فعاله او اللي تجيب له الاضافه. والاضافه عند الجزائري عنده الاضافه بما انه راهو ابن البيئه تاعو، يعني ما نيسيسيت با اون ادابتاسيون، يقدر يعني يتوائم مع الظروف المناخيه او الظروف الاقتصاديه تاع المؤسسه، يقدر يمد اكثر من الاجنبي. هو يفرض تكون عنده ثقة في نفسه ويفرض نفسه من حيث الجانب المهني في المؤسسة. سيد عراش، أنتم على مستوى الأنام تتلقون طلبات شغل من مختلف مستويات تعليمية، من يعني فيه فئة كبيرة للطلبة الجامعيين الذين يطلبون مناصب الشغل. هل ما يطلبه هؤلاء في مجال تخصصهم فقط ولا يقبلون كما قلت لك لا ريكونفيرسيون أو العمل في مجالات أخرى تشبه أو قريبة من تخصصهم الجامعي؟ يعني هل من وصف لسوق طلب الشغل اليوم على مستوى العالم؟ والله في الوقت اللي رانا فيه بين قوسين يعني شفنا مؤخرا يعني نسبه البطاله في الجزائر انخفضت، راهي الان الحمد لله راهي 11.7. هذا كاين دور يقوم به المرفق العمومي للتشغيل اللي هو الانام. يعني ما راناش نخدموا المهمه تاعنا ليست في البحث او المقاربه بين عروض العمل وطالبي العمل، وانما المرافقه تاع طالبي العمل. المرافقه رانا بديناها من خلال هذا المشروع تاع الدراسه هذه مع وزاره التعليم العالي والمكتب، راح نرافقوهم قبل ما يوليو طالبي العمل. يعني هم في وضعيتهم انهم طالبين طلبه جامعيين، رانا نرافقوهم. هذا خلانا باش من خلال البرنامج هذا قدرنا نديروا اكثر من 5500 ورشه، من خلالها شرحنا لهم وشنو هو العمل المأجور، وشنو هما القطاعات اللي تستقطب يعني العامله، وشنو هما التوجهات تاع سوق الشغل في الجزائر. كل هذه المعلومات قدر الطلبه الجزائريين يقدروا ياخذوها قبل ما يدخلوا عالم الشغل، قبل ما يتخرجوا من الجامعه. هذه من جهه. من جهه ثانيه كان فكره اللي نقدر نشرحها خاصه للشباب تاعنا، ان الان في مراكز التكوين المهني ما راهيش تدخل عندها الا اللي ما نجحوش في الدراسه تاعهم. كاين جامعيين يتحصلوا على شهاده جامعيه هم يروحوا يديروا تكوين اضافي في مراكز التكوين المهني.
دونك عندنا يعني نحيو النظره هذه واحد تكوين جامعي اضافي ويدرسوا لغات. يدرسوا اللغات، حتى الاعلام الالي. يعني كاين الناس اللي عندهم شهادات ليسانس في علوم الانسانيه وفي علوم الاجتماعيه، يروحوا المواد التقنيه حتى يتمكنوا بها، على بالهم باللي راح تساهم وتسهل لهم في البحث او في ايجاد مناصب عمل اللي تكون ما تكونش حتما وفق التخصص تاعهم. لان اللي تخرج بين قوسين تخرج من جامعه بشهاده في علوم الحقوق، في العلوم الاداريه، ما لازمش عليه يخدم غير في المحاماه ولا في الاداره. يقدر يخدم في دوزان شونتي، يقدر يخدم في اي منصب اللي عنده علاقه بالمستوى الجامعي تاعو، ليس بالشهاده الجامعيه تاعو. هذا من جهه. من جهه اخرى، ما هي اكبر التخصصات طلبا عندكم سيدي من طرف المؤسسات، ليس من طرف يعني اكثر عروض العمل؟ والله في الحقيقه من خلال يعني القناه ومن خلال الاخبار اللي راهي تصدرها، نلاحظوا ان بعض القطاعات راهي تنشط، او معظم القطاعات الاقتصاديه طبعا. كنشوفوا قطاع البناء، كنشوفوا قطاع الفلاحه، قطاع السياحه، راهي تنشط بطريقه مباشره او غير مباشره، راهي تفتح مناصب عمل على صوره الاستثمارات. نعم، الاستثمارات واعاده بعث النشاط الاقتصادي، او الدفعه الجديده للنشاط الاقتصادي على المستوى الوطني. خلينا نقولوا ان في السنوات الماضيه كانت قطاع البناء مثلا والري هو اللي يستقطب اكثر اليد العامله. الان ولات قطاع الصناعه هو الاول اللي يستقطب يعني اليد العامله، يجي موراه قطاع البناء، قطاع الري. قطاع السياحه كذلك يشهد تطور فيما يخص جلب اليد العامله من خلال المشاريع الجديده. استسمحك سيدي، يرفع على مسامعنا اذان صلاه العصر حسب توقيت عاصمه البلاد وما جاورها من مدن. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. بالعودة إلى استوديو الظاهرة، أعيد الترحيب بالسيد عراش محمد، مدير الإعلام والدراسات بالوكالة الوطنية للتشغيل. أنا مرحبا بك سيدي من جديد. إذا الجامعة الجزائرية تطلع بدور مهم في التنمية الاقتصادية، لكن هذا الدور بقي مبتورا في الواقع لمدة من الزمن جراء مجموعة من العوامل تخص الجامعة الجزائرية في حد ذاتها وتخص سوق العمل. الآن سيد عراش، بالعودة إلى سوق التشغيل، سوق التوظيف،
تحدثنا عن ما يواجهه الطالب من صعوبة في ولوج الشركات الاقتصادية، ولكننا لم نتحدث عن المتطلبات الاقتصادية التي تفرضها الجزائر اليوم، التي يفرضها المناخ الاقتصادي الحالي، وصعوبة المؤسسة في الظفر بالموظف الذي تبحث عنه. فعلا فيما يخص وأنتم كأنام يعني وكوسيط ومرافق تتلقون هذه الانشغالات سيدي. علما أن الوكالة الوطنية للتشغيل يعني كمرفق عمومي للتشغيل إضافة لحوالي 24 مؤسسة وكالة خاصة للتشغيل سي دي زورغانيزم بريفي اللي تعمل معنا. هذه الوكالات كلها توصلنا عروض العمل تاع المؤسسة الاقتصادية بصفة عامة عبر يعني 274 وكالة محلية على المستوى الوطني تاعنا. طلقنا يعني سنويا تفوت 400 عرض عمل. 400 عرض عمل سنوي، اكثر من 450 عرض عمل سنويا. هذه العروض هذه كلها، الا ان كاين بعض الشروط كذلك من المتعامل الاقتصادي اللي يطلب كثير ما يطلب يعني الخبره. وحنا الخبره فيما يخص الخبره النقطه هذه بالذات يعني السلطات العموميه او يعني وزاره العمل عندها برنامج تاع جهاز مساعده الادماج المهني اللي به تساهم بطريقه مباشره مع الطالب العامل خريج الجامعه باش ترافقوا يكتسب الخبره عند المتعامل الاقتصادي باخذ على عاتقها يعني سواء الاجر تاعو او الضمان الاجتماعي تاع هذا العامل. هذا كله مساهمه من الدوله حتى ترافق متعامل اقتصادي او المؤسسه الاقتصاديه. الا ان كذلك هناك ظروف العمل، علما ان الشاب الجزائري يقول لك نحب نعمل لكن ما عندوش الرغبه في التحدي الصعاب يعني خاصه في اداء المهام. يحب يؤدي مهامه في اريحيه، في اريحيه حسب فيما يخص العمل امام البيت امام البيت، والظروف تاع العمل تكون مهيئه يعني وفق يعني طموحاته وليس وفق تخصصات او وفق امكانيات المؤسسه الاقتصاديه. كل هذا لازم نرافق الشاب الجزائري خاصه ذهنيا من خلال الورشات اللي راهي تقوم بها الوكاله. اسبوعيا نقوم بورشات حتى نوعيه حتى الطريقه كيفاش يكون يعني مقابله مع صاحب العمل، طريقه كيفاش يروح الهيئه اللي يتقدم بها باش يبحث عن عمل. كل هذه الارشادات كل هذه المعلومات رانا نرافقوا فيها من خلال يعني المستشارين التشغيل تاعنا، نرافقوا طالب العمل حتى نسهلوا له عمليه التوظيف تاعو لدى المتعامل الاقتصادي. وحتى المتعامل الاقتصادي الدوله وضعت له تسهيلات لا سيما جبائيه وشبه جبائيه حتى نزيدوا نساهموا معه ونحثوه على التوظيف هذا الشباب هذا. في سؤال اخير سيدي لو سمحت، ولطالما طرحناه على السيد طاهر شعلال مدير الوكاله، سؤال دائما يعني رغم كل هذه الجهود رغم كل هذه المرافقه فيه من يقول لك انه عمليه التوظيف على مستوى الأنام تتم حسب المعرفه والمحسوبيه. لماذا هذا المتابعه السلبيه يعني؟ والله يعني هذه مشكله ذهنيات يعني، لان فيما يخص يعني الجزائر بصفه عامه دخلنا يعني منذ يعني من 2000 لهنا دخلنا في عده مرافق في عده وزارات في عده هيئات رسميه في مجال العصرنه. والوكاله ما كانتش يعني بعيده على هذا الشيء، دخلت في العصرنه ووضعت نظام معلوماتي اللي اول شيء يعني فرضوا النظام المعلوماتي خاصه رانا نشوفوه فيما يخص في البريد في كل القطاعات. النظام المعلوماتي تاع وكاله الوطن للتشغيل اول شيء يعني الغايه المثلى للحق لها هي الشفافيه والمقاربه اللي تقوم ما يدخلش فيها العامل البشري. المقاربه بين عرض العمل وطالب العمل هو النظام المعلوماتي وسيط هو اللي يقوم به. يعني المترشح لمنصب عمل ما راهوش راح يحددوا انسان او مستشار في التشغيل، وانما نظام معلوماتي. وما نقدروش نقولوا نشككوا في نظام معلوماتي وضع وفق يعني منظومه اعلاميه ومنظومه معلوماتيه يعني مستنبطه يعني من النظام الاعلام الالي المعروف عالميا. نعم، في ثوان اخيره لو سمحت، هل تتوقعون تقلصا في نسبه البطاله مع اضفاء هذا البرنامج حيز الشغل من جهه؟ هل تتوقعون مساعده او مرافقه فعليه من طرف الجامعه والطالب الجامعي في سوق الشغل بطريقة أكثر نجاعة سيدي؟ والله فيما يخص كل ما قامت به الوكاله كمرفق عمومي للتشغيل او الوزاره بصفه عامه هو في صالح الشاب الجزائري، في صالح طالب العمل الجزائري بصفه عامه. وكل ما يقام به وكل الوزارات الاخرى رانا نلاحظوا قلنا هضرنا على المشاريع التي انطلقت والتي بصدد الانطلاق مع السنه الجديده. كل هذا ما يكون الا في الخير ويكون يعني عامل ايجابي على لاحداث مناصب عمل جديده. ونزيد بين قوسين تعطينا هنا الفرصه باش ناكد للشباب الجزائري ان
جهاز المساعده المهني اللي معروف بالدي اي بي ما راهوش رايح يتوقف. الناس اللي عندها عقود راح تجدد العقود تاعها. الناس اللي ما عندهاش ما قدرتش يعني تكسب يعني عقد في هذا الاطار وفي هذا من خلال هذا الجهاز، الا كانت فرصه عمل من خلال هذا الجهاز راح تتاح لها وراح يكون عندها فرصه باش يكون عندها عقد عمل. دونك هذه العوامل كلها، خاصه اعاده بعث بعض المشاريع في بعض الولايات، هذا كامل راح يقودنا باش نقولوا ان نسبه البطاله تزيد تنخفض، بما انها انخفضت في هذا السداسي الثاني تزيد ان شاء الله تزيد تنخفض. والعامل تاع المرفق العمومي للتشغيل هو دائما في خدمه المواطن بصفه عامه وطالب العمل بصفه خاصه. أشكرك جزيل الشكر السيد عراش محمد، مدير الإعلام والدراسات بالوكالة الوطنية للتشغيل. شكرا لك سيدي. ولك الشكر. شكرا لك. ابقوا معنا فاصل ولنا عودة للحديث عن السياحة والصناعة التقليدية بولاية المدية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن بالعودة إلى استوديو الظهيرة، فقرتنا المحلية اليوم والتي تعنى بشأن ولايات الوسط. نحط اليوم بولاية المدية للحديث عن السياحة والصناعة التقليدية بها، عن المؤهلات وعوائق تجسيد مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي تخص هذه الولاية. مدير السياحة والصناعة التقليدية بولاية المدية ضيفنا السيد نور زوليم. شكرا على قبول دعوة البرنامج سيد زوليم. شكرا على الدعوة. سيد زوليم، ولاية المدية تتوسط مجموعة من الولايات عبر الوطن، ولها من المؤهلات ما يجعلها ولاية سياحية بامتياز، خاصة في ظل مجموعة الأشغال العمومية المحيطة بها وعوامل أخرى. قبل أن نشرع في الحديث، قبل أن نشرع في النقاش، نستعرض معك سيدي فيتير حول السياحة بالولاية مع إيمان بوثلجة. إمكانيات طبيعية غنية ومتنوعة تتميز بها ولاية المدية، بما يشجع على بروز عدة أنشطة سياحية يستحسنها الزائر الذي يسعى إلى الراحة والاستجمام. كما تزخر الولاية بمناطق أثرية مما يؤهلها لأن تكون قطبا جذابا للسياح. فندق مقورنو المتواجد في مدينة البرواقية ولاية المدية، اللي هو كان ثمرة نتاع مجهودات كبيرة باش نقدروا نرجعوه اوبيراسيونيل. هو ملك تاع الدولة ويتربع على مساحة 15,000 متر مربع، يحتوي على 46 غرفة، بطبيعة الحال مطعم وكافيتيريا. قطاع السياحة بالمدية يتعزز بمشاريع فندقية ومرافق سياحية هي في طور الإنجاز، منها ما أعيد تهيئته بإرادة قوية وجهد متواصل. والأنموذج الحي فندق بالبرواقية على شكل مشروع استثماري واعد بدأت به إعادة التهيئة شهر مارس الماضي ليفتح أبوابه للسياح والزائرين مع بداية فبراير 2018 بخدمات ترقى بمستوى الزوار المحليين والأجانب. وإحنا بصدد تحضير عدة فضاءات بالخارج في 9,000 وال 10,000 متر مربع المتبقية، باش نعملوا فضاءات للعائلات كخيمة، كفضاءات للأطفال وين يقدروا يتمرحوا ويلعبوا، خاصة الجزائريين اللي راهم في شغف وفي رغبة باش يكونوا عندهم فضاءات وين يقدروا يخرجوا هما والعائلات نتاعهم وولادهم. لهذا ما دخلنا حتى جهد باش نعطيو لهذا الصرح المكانة تاعو اللي يستحقها.
فندق بسعة 46 غرفة و79 سريرا. الغرف موافقة للمعايير العالمية، مجهزة بكل أسباب الراحة من تكييف وتدفئة ومرافق لإرضاء المقيمين، كقاعة للرياضة ومساحات خضراء وأخرى للترفيه ومطعم، لتبقى الأشغال متواصلة لإنجاز قاعة للمؤتمرات وأخرى للحفلات ومسبح بغلاف مالي يقدر ب9 ملايير سنتيم. ببنشكاو بيت للشباب، وهو الآخر مرفق سياحي سيستقبل زواره بعد الافتتاح الرسمي بسعة 120 سريرا، به قاعة للاستقبال، مطعم وغابة خضراء محاذية للراحة والاستجمام للمولوعين بالسياحة الجبلية والهواء النقي. مرفق سياحي آخر برتبة 3 نجوم بالحمدانية. هذا الفندق فيه مساحة تاع 371 متر مربع، يحتوي على طابق سفلي زائد طابق أرضي زائد 4 طوابق، فيه 25 شامبر، من بيناتهم 3 لي سويت. فيه كرون تيراس اللي تعطي على الجبل وعلى الطريق المزدوج اللي هو في إطار الإنجاز. فضاءات للترفيه والتسلية تتوفر عليها المدية، مخصصة للأطفال والعائلات الوافدة من كل الولايات المجاورة لها، كهذا الموجود بالحمدانية التابع لبلدية تمزجيدة، التي تتمتع بطبيعة وتضاريس ترسم جمالا ساحرا للناظرين. أهلا بك سيد زليم. كنا نتابع المؤهلات السياحية لولاية المندية، ولكن الملاحظ أن الزائر للمندية أو السائح بها إما ابن المنطقة أو وافد متنقل من ولاية جنوبية ربما متوجه نحو وسط البلاد أو عكس ذلك. هل هذا راجع إلى طاقة الاستيعاب؟ هل هذا راجع إلى الثقافة السياحية؟ أم هذا راجع إلى العمل السياحي الذي لم تتمكن المندية ربما من النهوض به؟ تعليقك. في الحقيقة يعني مناطق ولاية المندية هي مناطق معروفة على غرار تمزجيدة، تبحيرين، بنشكاو، الحوضين، وكل هذه المناطق اللي ربما جزء منها شفناه في الفيديو، يعني درجة التوافد فيها تختلف من موقع إلى أخرى أو من منطقة إلى أخرى. ومثلا نعطيك تمزجيدة معروف يعني وطنيا، بحيرة تمزجيدة، وكثير من الزوار خصوصا يزوروها في يعني فصل الربيع نظرا للتضاريس يعني الموجودة في يعني سلسلة جبال الشريعة. منطقة بحيرين أيضا معروفة يعني، وهي نسعى فيها إلى تطوير ما يسمى بالسياحة البيئية في هذه المنطقة. الحوضين أيضا، ولكن ما قلتيه يعني هذه المناطق اللي حباها الله يعني ولاية المندية، وهذه الولايات اللي ضغط بها ربما اللي جعلت التوافد يكون كل ولاية يعني تزور المنطقة اللي تكون قريبة لها. نعطيك مثلا الحوضين. بلدية الحوضين هي بلدية من دائرة طبلات، تبعد على يعني 110 كيلومتر على المندية، هي أقرب من الجزائر من المندية. إذن هذه المناطق كل منطقة يعني فيها توافد معين، ونسعى خلال يعني الدراسات سواء التي أقيمت في هذه المناطق أو سواء الأشغال يعني المجهودات اللي قامت بها الدولة غرار هذا الطريق السيار اللي راح يوصل حتى بوكزول ولا قصر البخاري برواقية. كل هذه الأشغال الكبرى هي فك العزلة عن هذه المناطق. نعم، أولا فك العزلة، وكذلك تمكين عدد أكبر من الزائرين والذين يريدون الاستجمام بالولاية من ولوج المندية ومختلف مواقعها السياحية بكل أريحية. من المؤهلات السياحية كذلك سيدي، المندية معروفة بسياحتها الحموية على غرار البيئية إلى غير هذا. وهل يعني هل فيه تفكير أو فيه عمل
العمل من أجل إنشاء مناطق توسع سياحي سيدي؟ نعم، يعني سنة 2016 أنشئت 8 مواقع سياحية، يعني مناطق توسع سياحية ما يسمى بليزات. وهذه المواقع فيها تقريبا 485 هكتار، وتهدف إلى يعني تطوير السياحة في كل منطقة من هذه المناطق، على غرار مثلا السياحة الحموية المتواجدة في برواقية. نعطيك مثال، ولاية البرواقية فيها 24 منبع حموي. نعم. ولكن من ناحية التدفق هذه المياه الحموية يعني العلاجية في نفس الوقت يعني ليست تدفق كبير، إذا لا يمكن يعني أن نقوم بأشغال سياحية مهمة كبيرة. نعم. ولكن هناك حمام صالحين كما ذكرتي، هو حمام يعني جد معتبر وجد يعني ممكن يتطور فيه مشاريع سياحية في المستقبل. وأيضا فيه السياحة البيئية على غرار المناطق كما قلت، تبحيرين، تمزقيدة، الحوضين. فيه أيضا مناطق توسع سياحية في الحقيقة نهدف فيها إلى تطوير السياحة الترفيهية أكثر، لأن السياحة مش يعني منشآت، مش تجهيزات فقط، يعني أكيد. السياحة أكيد. نعم. في الحقيقة نظن بأنها هي أكثر استقبال وأكثر يعني المواطن نعم. الزائر الخدمات أكثر منه يعني التجهيزات تأتي ربما في المرتبة الثانية. وهناك في الحقيقة مشاريع سياحية في الولاية يعني على غرار بعض الدوائر الكبرى في الولاية. هذه المشاريع سيدي هل تخص توسيع طاقة الاستيعاب، تخص الفنادق، أم تخص إنشاء مرافق خدماتية التي الولاية تحتاجها أكثر من المرفق الإيوائي إن صح التعبير؟ هو المشاريع السياحية فيها حاليا 15 مشروع سياحي على مستوى الولاية، من بين 15 مشروع سياحي 14 معتمد من طرف الوزارة، يعني هناك واحد في طريق الاعتماد اليمن إن شاء الله. ويهدف من هذه المشاريع إلى إنشاء 1870 سرير، وإنشاء ما يقارب 900 منصب شغل مباشر، إضافة إلى تقريبا 2000 منصب شغل غير مباشر. هذا فيما يخص المشاريع السياحية. وهل آفاق إنجازها كلها تتزامن يعني مع نهاية المخطط الخماسي أم هي في الحقيقة منشآت تابعة للخواص؟ نعم. وفيها يعني درجة الأشغال من 5% إلى تقريبا 95% كما واحد اللي شفناه في الفيتير على مستوى بلدية الحمدانية، اللي يعني هي بلدية يعبرها في الحقيقة تقريبا 4-5 ولايات من الوطن. نعم. يعبروا من الحمدانية. نعم. ويعني قبل 31 من هذا شهر ديسمبر فتحنا فندق في الحمدانية، وهذا مشروع يضاف إلى الفندق اللي فتح في هذه البلدية. نعم. مناطق إنشاء المشاريع الاستثمارية هذه سيدي، ما هي المناطق المعنية بإقامة فيها مرافق سياحية؟ هي أولا مدية كما تعرفين أن تم إنجاز ما يسمى بمخطط التهيئة السياحية للسدات. نعم. مخطط التهيئة السياحية قسم الولاية إلى أقطاب سياحية. نعم. أولا هناك قطبين سياحيين، هو قطب المدية وقطب بوكزود، اللي يشمل العديد من الدوائر، وفيه أقطاب ثانوية اللي دورنا هو تنمية السياحة الحموية والبيئية والجبلية. يعني المشاريع هذه ربما تأتي لتطوير يعني هذه الأنواع من السياحة. على أي أساس تم تقسيم يعني الثانوية والكبرى؟ يعني المعايير، يعني هي المعايير، هي أولا المعيار هو يعني التوافد. لازم تعرفي بأن نعم. مدية تيتري المعروفة بالتيتري هي مع يختلف التوافد من منطقة إلى أخرى. أيضا نوع السياحة اللي نطوروها فيها، وأيضا الأولويات تطوير هذه السياحة. ما هي الأولويات سيدي؟ سواء يعني قصير المدى، متوسط المدى، أو بعيد المدى. وأيضا نهدف إلى تطوير فرص يعني يعني استثمار أكبر على مستوى هذه الأقطاب، لأنه فيه دراسات وفيه أنجزت يسهل لنا أن نتابع هذه الأشغال.
ما هي أبرز المشاكل التي تعترض عمل المستثمرين اليوم، علما أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية تعمل على تخفيف البيروقراطية، تعمل على تخفيف الأعباء الإدارية وتسهل المهمة للمستثمرين؟ سيد زليم. هي في الحقيقة أولا بالنسبة لولاية المدية ليس عندنا مشكل عقار. يعني المستثمر الذي يريد أن يعني أن يستثمر في مجال، يعني في مجال معين، يعني ما عندناش مشكل. ما كاش مشكل عقار، هو ابرز المشاكل نعم. التي تعترض اي مستثمر. هناك اللي حب يطور السياحه، ما يسمى سياحه الاعمال او السياحه الحضاريه، وكثير من المناطق، كثير من المدية معروفه بسياحه الاعمال سيدي. نعم. ومدية وايضا البرواقيه ايضا معروفه بسياحه الاعمال. نعم. وهذا الفندق اللي ربما زرناه يعني فيه الفطار فيه، يعني لقينا بان معظم يعني الوافدين هم اجانب في هذا الالم. ايضا فيه تطوير السياحه البيئيه والجبليه اللي فيها تجهيزات، يعني ربما تجهيزات لتحمي البيئه. لذلك نتحدث عن هذه المناطق او هذه المواقع السياحيه، يجب ان ناخذ بعين الاعتبار انه فيه مواقع محميه، نعم، وفيه مواقع طبيعيه. نعم. وممكن يعني ان نقوم ببعض الاشغال اللي ما تضرش بالبيئه اكيد، بالبيئه، ولربما تنفع المواطن. نعم. الآن ولاية المدية وعلى غرار المرفق الإيوائي والمرفق الخدماتي الذي هي اليوم بأمس الحاجة إليه وفقا طبعا لمتطلباتها وحجم التوافد عليها سيدي، وأنتم أدرى بحجم التوافد عليها، الرافد الأهم كذلك للسياحة وهي الصناعة التقليدية. نعم، ولاية المدية تتمتع بهذه القدرات بحرفيي ولاية المدية، هذا القطب الحضري المعروف جدا، معروف بجودة العمل خاصة في بعض الحرف. هل لنا أن نتعرف على هذه الطاقة الحرفية بالولاية والتسهيلات المقدمة لهم من أجل مرافقة هذا الحراك، خاصة خلال العطل وخلال أوقات الذروة التي تستقبل وفود كبيرة من السياح؟ لتطوير يعني الصناعة التقليدية، الدولة يعني ما بخلش على الحرفيين سواء في ولاية المدية أو ولايات أخرى، بحيث على مستوى ولاية المدية عندنا دار الصناعة التقليدية على مستوى مدية، ودار الصناعة التقليدية على مستوى قصر البخاري. أشهر الصناعات المعروفة نعم فيها؟ هنا المدية معروفة بنوعين من الصناعة التقليدية. الصناعة التقليدية ما يسمى الحضرية عن طريق يعني الخزف الفني والجلود إلى غير ذلك، وهناك حرف يدوية ريفية تمتاز بها الولاية على غرار السلالة، الفخار، اللباس، النسيج، اللباس التقليدي. وهذه يعني دور الصناعة التقليدية لعبت دور كبير في تنمية الصناعة التقليدية والحفاظ عليها. أولا مكنت الحرفيين من يعني توفير المحلات ملائمة لإنتاج وعرضه في نفس الوقت، وأيضا مكنت أو أيضا دورات تكوينية، سواء دورات تكوينية خاصة بالحرفة بحد ذاتها، وأيضا دورات تكوينية فيما يخص تطوير تقنيات التسيير، لأن حاليا يعني لا يمكن لنا أن نطور الصناعة التقليدية، لا يمكن أن تنمو الصناعة التقليدية بدون أن يكون هناك تقنيات يعني التسيير، كيف نسير المؤسسة، كيف ننشئ المؤسسة. نعم فعلا. تقنيات البيع، تقنيات التسويق، يعني كل هذه الفضاءات مكنتنا باش يعني نوفروا هذه عن طريق غرفة الصناعة التقليدية المحلية. نعم. ربما سيدي ما يعاب على ولاية تعرف كثيرا بسياحتها، سياحة الأعمال أكثر من شيء آخر، تعتمد يعني مواردها قليلة جدا من حيث جمع كل الفاعلين في القطاع السياحي، فتكون أمامكم المناسبات الوطنية والدينية، وولاية المدية تحتضن الكثير من المناسبات الدينية، وهذا ما يسمح ربما
بترقية السياحة الدينية من جهة. نعم. من جهة أخرى سيدي، فيه العديد من الأعياد الوطنية والتقليدية والتي تجمع هؤلاء. هل من تفكير على مستواكم، على مستوى مديرية السياحة، لجمع هؤلاء في أكبر عدد ممكن من المناسبات حتى يخرجون من هذا الطابع الكلاسيكي والقديم؟ نعم. يعني في الحقيقة يعني فيه مناسبات كثيرة يعني في ولاية المندية. على غرار مثلا كل سنة نقوم بما يسمى بربيع المندية. نعم. ربيع المندية يقام على مستوى منطقة اسمها سي محجوب، وهي منطقة يعني جميلة جدا خصوصا في فصل الربيع. وهي في الحقيقة هو لقاء من المدنيين، يعني كما يقولوا القاطنين في بعض الولايات المجاورة، ويجوا يزوروا هذه المنطقة. هو في نشاط سياحي ثقافي وحرفي في نفس الوقت. فيه أنشطة أخرى ربما على غرار مثلا يناير اللي رانا نحضروا له يعني هالأيام إن شاء الله، اللي راح فيه تكون فيها نعم اللي مثلا 12 جونفي ان شاء الله، فيه يعني الثقافه والسياحه والصناعه التقليديه وحتى الشباب والرياضه يعني يشاركوا في تنظيم هذا اليوم، وحتكون فيه يعني مجهودات تصب، يعني لان تطوير السياحه يعني لابد أن يكون يعني بتوفير كل الجهود وكل الفاعلين وجمع الفاعلين حول ما يسمى بالثقافة السياحية. نعم سيدي. اليوم العديد من مدراء السياحة والوزارة يعني كقطاع تعمل على الارتقاء بهذا المفهوم، العمل على تكريسه، لأنه لا مناص من تنمية اقتصادية دون تطوير السياحة في بلد كالجزائر سياحي بامتياز. على مستوى ولاية المندية هل من مبادرات في هذا الشأن سيدي على مستوى الجامعات، على مستوى يعني في كل القطاعات التي من شأنها أن تمرر رسائل الثقافة السياحية؟ يعني ذكرت الجامعة على سبيل المثال، وانا يعني تقريبا عندي عام في ولايه المنديه. نعم. يعني برمجنا يعني 3 أنشطة بالتنسيق مع الجامعه. النشاط الاول اللي قمنا به هو قمنا بيوم اعلامي حول السياحه في الولايه، اضافه الى دوره تكوينيه في مرشدين سياحيين مخصصة للطلبة المتخرجين، وقد شاركت ما يقارب 90 طالب وطالبة في هذه الدورة، وقمنا فيها في الحقيقة بالتنسيق مع بعض المعاهد المتخصصة في السياحة، على غرار معهد بومرداس المتخصص في الفندقة والسياحة، معهد بوسعادة أيضا. نعم. وهذا عن طريق هؤلاء الأساتذة. ويعني في الحقيقة لقات يعني استجابة كبيرة من طرف الطلبة، وفيه دورة ثانية إن شاء الله راح تقام إن شاء الله في شهر فيفري إن شاء الله. إن شاء الله. حول ماذا؟ حول نفس الموضوع، السياحية. الثقافة في نفس الموضوع. وأيضا فيه دورة يعني خصصت أيضا لدور الشباب، يعني ما نساوش لأن قطاع الشباب والرياضة هو ثاني يساهم في عملية الإيواء على المستوى المحلي. فيه دورة تكوينية في هذا المجال. أيضا قمنا هذه السنة أيضا في ما يسمى بعيد العنب، لأن ولاية المندية معروفة بالعنب، معروفة أيضا حاليا بالتفاح أيضا. نعم. يعني على المستوى الفلاحي. فقمنا بهذا النشاط بالتنسيق مع يعني الجمعيات المختصة في هذا الميدان، وقمنا بالجامعة. نعم. وهذا شجع الطلبة باش يديروا على ترقية مفهوم صغيرة في هذا وترقية مفهوم الثقافة السياحية. أشكرك جزيل الشكر سيد نور زوليم، مدير السياحة والصناعة التقليدية بولاية المندية. شكرا على قدومك سيدي. شكرا.